السلام عليكم وحلقه جديده من Around the World. معاكم ادم همشري ومعانا يارا يحيى من هزة وسافر، وهنقول لكم احسن 10 طرق تعرفوا بيهم ايه الحاجات اللي تزوروها والحاجات اللي تعملوها وانتم مسافرين. اول حاجه ممكن تعرفوا منها الحاجات اللي تزوروها وتعملوها وانتم مسافرين هي الترافل بلوجز، زي اللي احنا بنعمله انا ويارا. الترافل فيديوز بنكتب ريكومنديشن عن البلاد، ايه الحاجات اللي تزوروها، ايه الحاجات اللي تعملوها. فدي اول حاجه. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات بتاعتي انا ويارا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في اليوتيوب شانل بتاعتي اليوتيوب شانل بتاعتي يارا. تاني حاجة هي البوينت اوف انترست على جوجل. انتوا تدخلوا على جوجل وتكتبوا البلد اللي انتوا رايحينها وتكتبوا بوينت اوف انترست، هتطلع لكم صور صغيرة بأشهر الحاجات اللي موجودة في البلد دي. تالت حاجه ممكن تعرفوا منها الاماكن هي تريب ادفايزر. تخش على تريب ادفايزر سواء الابلكيشن او الويب سايت بتاعه، هتلاقي فيه الريتنج والريفيوز. كل واحد بيزور المكان ده بيكتب رايه في المكان، بس خلي بالكم من حاجه واحده، وهي ان تريب ادفايزر ساعات بينزل عليه اعلانات، فالحاجه اللي هتلاقيها في الاول دي ممكن تكون مدفوع لها عشان تبان. للناس اللي بتحب تقرا وتعرف اكتر عن الكالتشر بتاعت البلد ممكن جدا تشتروا جايد بوكس زي لونلي بلانيت مثلا، بيبقى فيها كل الديتيلز وبيبقى فيها كمان الايفنتس اللي موجوده في البلاد دي. بعد كده في دول بيبقى فيها تورست انفورميشن سنتر. ميزه التورست انفورميشن سنتر ان هم بيبقى عندهم خرائط لكل البوينت اوف انترست المهمه اللي موجوده في البلد، وكمان بيبقى عندهم نتيجه لكل الايفنتس اللي هتحصل في الوقت اللي انت فيه في البلد ده. نقطه كمان مهمه جدا وهي الهوستلز، ودي مفيده في حاجتين. اول حاجه الناس اللي شغالين في الهوستل ده وبيبقوا قاعدين في الريسبشن هيقولوا لك معلومات كتير جدا عن المدينه وعن المكان اللي انت فيه، وبيبقى عندهم برضو خرائط ممكن تساعدك ان انت تكتشف المكان اللي انت قاعد فيه. بلس تاني حاجه وهي المسافرين اللي قاعدين في الهوستل معاك، اتكلم معاهم وهيقولوا لك على اماكن جامده جدا تزورها هم جربوها بنفسهم. من احسن الحاجات لو انتم مسافرين اوروبا هي الفري ووكينج تورز. دي عباره عن ان ناس من اهل البلد بياخدوكوا ويلففوكوا على معظم الاماكن السياحيه هناك من غير فلوس، بس ان انتوا في الاخر لازم تدوهم تيبس او مبلغ بسيط تقدروا بس الشغل والمجهود اللي هم عملوه معاكوا ده. ونكمل على اهل البلد. الكاوتش سيرفنج، غير ان انت ممكن تقيم عند حد ومن اهل البلد وهو يشرح لك ايه الاماكن اللي تزورها وكده، انت كمان حتى لو قاعد في مكان عادي ممكن تستخدم كاوتش سيرفنج للميت اب، تقابل حد من اللوكلز او من اهل البلد وهو يشرح لك تزور ايه وتروح فين. دلوقتي احنا هنقول لكم ايه الويب سايتس في الابلكيشنز اللي لازم تستخدموها قبل ما تسافروا. انا اول حاجه بعملها قبل ما اسافر ان انا بدخل على ويكي ترافل، بدخل على الويب سايت ده علشان اعرف ايه اللي يتعمل في البلد دي بطريقه عموميه جدا. بيقول لي هتعملي ايه هناك، هتاكلي ايه وبكام، والاكوموديشن هتبقى بكام هناك، وكمان بيقول ايه الايفنتس اللي موجوده في البلد دي، غير ان هو بيقول كمان احسن وقت للزياره البلد دي بيبقى امتى. تاني ابلكيشن هو فيزيت ا سيتي. الميزه فيه غير ان هو بتشوف فيه السايتس المهمه والايفنتات اللي بتحصل في البلد، ان هو بيعمل لك بروجرامز على حسب عدد الايام اللي انت هتقعدها. فتلاقي بروجرام ليوم واحد، بروجرام ل2 أو 3 ايام، وانت بتختار احسن بروجرام يناسبك. من احلى الابلكيشنز اللي تستخدموها قبل ما تسافروا هو جوجل تريبس. احلى حاجه فيه ان هو مقسم الحاجات حسب الكاتيجوريز بتاعتها. يعني انت لو الانترست بتاعتك ان انت رايح تعمل شوبينج هتلاقي احسن اماكن الشوبينج، نفس الكلام لو بحر، نفس الكلام لو كلتشر وقعد. واهم حاجه ان هو في مكان لو انتوا عندكم اطفال ايه احسن الاماكن اللي تروحوها مع اولادكم، علشان تعرفوا اسعار الاكتيفيتيز في البلد اللي انتوا رايحينها وتشوفوا كل الباكجز اللي موجوده في البلد دي. ادخلوا على الابلكيشن بتاع جيت يور جايد، ومن عليه ممكن كمان تشتروا الباكج دي وتاخدوها اول ما تروحوا هناك. اخر حاجه هنقول لكم عليها النهارده هو ويب سايت اسمه اطلس اوبسكيورا. يمكن مش ناس كتير تسمع عنه، بس اطلس اوبسكيورا بيجيب لك اغرب حاجات بتحصل في البلد دي واغرب اماكن موجوده في البلد دي الحاجات اللي فيها مثلا جينيس ريكورد، اطول مبنى او اقصر مبنى او مبنى مهجور. فخشوا على اطلس اوبسكيورا لو انتم مهتمين تشوفوا الحاجات الغريبه اللي موجوده في كل بلد. لو عجبتكم الحلقه وحسيتوا انها مفيده اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان توصل لناس اكتر. ما تنسوش تشتركوا في قناه يارا، تشتركوا في قناتي، هتلاقوا اللينكس موجوده تحت الفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام. باي باي. 1 ما قالكش 1 معلش، هو مصطفى 1 بتاعته متاخر. تاني يا مصطفى. بعد كده في بعض الدول، بعض الدول دي معظم الدول او شويه من الدول عشان مش معظم، في دول بيبقى فيها احنا بروفيشنال خالص. هو فكرة ان انا اقعد اعمل ايه وانت بتتكلمي؟ انت بتعملي ايه وانا بتكلم؟ انا ببص لك. ايوه صح، وهز دماغي. قشطه فل عليك. الراجل ده بيتكلم زي الفل. انتوا فيها وممكن تشتروا الباكج دي. باكج كلاس في الشجر وردة في هذا الشيء اللي انا بحبه. دي باكج دي باكج دي